ان انت تحسن الظن في الناس دي صدقة، ان انت تتبسم في وش الناس دي صدقة، ان انت لما حد يطلب منك النصيحة تنصحه بما يرضي الله دي صدقة، انك تتمنى الخير للغير دي صدقة، انك ما تحسدش حد ولا تحقد عليه دي صدقة، انك تكون سبب في اعطاء طاقة ايجابية للي حواليك دي صدقة، انك تغيث ملهوف جاي يستنجد بيك دي صدقة، انك تشوف خناقة وتدخل تحلها وتهدي الناس دي صدقة، انك تجبر بخاطر الناس وما تكسفش حد دي صدقة، انك تروح تزور مريض وتشد على ايده وتقويه دي صدقة، انك ما تكسفش حد لجأ اليك وتحاول تعمل له اللي هو طلبه دي صدقة، انك تبقى تعبان ومهموم ومع ذلك تيجي على نفسك علشان حد استنجد بيك دي صدقة، انك تدعي لحد بظهر الغيب دي صدقة، انك تكون سبب في ادخال السرور على قلب حد دي صدقة، انك تسمع شكوى من حد مجروح وجاي يفضفض لك دي صدقة، انك تساعد حد يشتغل وتكون سبب في رزقه دي صدقة، انك تتعاطف مع حد وتشيل همه دي صدقة، انك ما تخافش على رزقك من حد وتسيبها على الله دي صدقة، انك تكون رحيم باللي حواليك وضميرك سليم دي صدقة، انك تتعامل بما يرضي الله وقلبك حلو دي صدقة. وخلي بالك كون ان ربنا بيبعت لك حد في سكتك، حد يقول لك انا برتاح في كلامي معاك، ده رزق من ربنا عليك. ان الناس تتوسم فيك الامانة وتأمنك على سرها ده رزق، وانت ماشي في الشارع تلاقي حد محتاج مساعدة وتساعده ده رزق، ربنا يحط في قلبك الرحمة واللين ده رزق. كل دي اسباب انك تاخد حسنات وانت اللي محتاج. استغلوا الفرص دي وما تضيعوهاش، احنا مش عارفين ستر ربنا علينا سببه ايه، يمكن في يوم سترنا مؤمن، يمكن في يوم اغثنا ملهوف، يمكن في يوم دعينا لحد بظهر الغيب. كل ده بيقعد، كل ده مكتوب عند رب العباد، كلها اسباب بس احنا مش عارفين انه سبب فيهم اللي ربنا كرمنا علشانه. وكلها حاجات سهلة وبسيطة ومش هتكلفك حاجة والله، بس ربنا هيجازيك عليها كتير قوي. وخير الناس انفعهم للناس وسيد القوم خادمهم. ربنا يجعلنا ويسخرنا لخدمة حوائج الناس. بس كده، سلام عليكم.